كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف روبرت كيوساكي، الذي نشر لأول مرة عام 1997، ليس كتابا عن قصة تقليدية، بل هو مجموعة من الدروس والمقارنات بين عقليتين مختلفتين تجاه المال والحياة، ممثلتين في شخصيتي الأب الفقير والأب الغني. الأب الفقير هو والد روبرت الحقيقي، رجل متعلم حاصل على درجة الدكتوراه، شغل منصبا حكوميا مرموقا في التعليم، ولكنه عانى ماليا طوال حياته. أما الأب الغني فهو والد صديقه المقرب مايك، رجل أعمال عصامي لم يكمل تعليمه الجامعي لكنه أصبح من أغنى رجال هاواي. يروي كيوساكي كيف تعلم دروسا متناقضة تماما من كلا الأبوين، وكيف شكلت نصائح الأب الغني مساره نحو الثراء والحرية المالية. الفكرة المحورية هي التناقض بين الأبوين. الأب الفقير عقلية الموظف يؤمن بالتعليم الأكاديمي التقليدي كطريق للنجاح: اذهب للمدرسة، احصل على درجات عالية، ابحث عن وظيفة آمنة ومستقرة في شركة كبيرة أو في الحكومة. يركز على الأمان الوظيفي، الراتب الثابت والمزايا. يرى المنزل كأكبر أصوله، يخاف من المخاطرة المالية، ويعتبر الحديث عن المال أمرا غير لائق أو جشعا. مقولته الشهيرة: لا أستطيع تحمل تكلفة هذا الشيء. الأب الغني عقلية المستثمر ورائد الأعمال، يؤمن بالتعليم المالي العملي: تعلم كيف يعمل المال، واجعله يعمل من أجلك. يركز على بناء الأصول، تحقيق الاستقلال المالي، وتأسيس الأعمال التجارية. يرى أن الاعتماد على راتب وظيفة هو فخ سباق الفئران. يشجع على تحمل المخاطر المحسوبة، ويعتبر أن فهم المال هو مفتاح القوة. مقولته الشهيرة: كيف يمكنني تحمل تكلفة هذا الشيء؟ مما يحفز العقل على إيجاد الحلول. الدروس الأساسية من الأب الغني. الكتاب منظم حول 6 دروس رئيسية تعلمها كيوساكي من أبيه الغني. الدرس الأول: الأغنياء لا يعملون من أجل المال. The rich don't work for money. الفكرة: الطبقة الفقيرة والمتوسطة تعمل لكسب المال وتغطية نفقاتها، مما يجعلها تدور في حلقة مفرغة تسمى سباق الفئران. The rat race. العمل أكبر من كسب الراتب، أكبر من دفع الفواتير والديون، أكبر من نفاذ المال، أكبر من العودة للعمل، وهكذا. الخوف من فقدان الوظيفة والحاجة للمال يبقيهم في هذه الدائرة. الحل: الأغنياء يجعلون المال يعمل من أجلهم. بدلاً من العمل لكسب راتب فقط، يركزون على بناء أو شراء أصول تولد دخلاً سلبياً passive income، أو تزداد قيمتها مع الوقت. هذا الدخل من الأصول هو ما يحررهم من الحاجة للعمل المستمر مقابل أجر. الدرس الثاني: أهمية الثقافة المالية. Why teach financial literacy. المدارس تركز على المهارات الأكاديمية والمهنية، ولكنها تتجاهل تعليم أساسيات المال والاستثمار. هذا الجهل المالي هو سبب معاناة الكثيرين، حتى المتعلمين منهم. المفهوم الجوهري: التفريق بين الأصول assets والخصوم liabilities. الأصل هو أي شيء يضع المال في جيبك، مثل أسهم توزع أرباحا، عقارات مؤجرة تدر دخلا، عمل تجاري لا يتطلب وجودك المستمر، ملكية فكرية تدر عائدا. الخصم هو أي شيء يسحب المال من جيبك، مثل قرض السيارة، قرض المنزل الذي تسكن فيه، ديون بطاقات الائتمان، الكماليات التي تفقد قيمتها وتتطلب صيانة. خطأ شائع: الكثيرون يعتقدون أن منزلهم الذي يسكنون فيه هو أصل، لكن الأب الغني يعتبره خصماً لأنه يتطلب دفع أقساط، ضرائب، صيانة، ولا يدر دخلاً إلا إذا تم بيعه بسعر أعلى بكثير أو تأجيره. الهدف: التركيز على بناء عمود الأصول الخاص بك ليتجاوز دخله نفقاتك، مما يحقق لك الحرية المالية. الدرس الثالث: اهتم بعملك الخاص. Mind your own business. الفكرة: وظيفتك هي عملك المهني، ولكن عملك الخاص هو بناء أصولك. لا تخلط بينهما. الأب الغني ينصح بالاحتفاظ بالوظيفة اليومية لتغطية النفقات الأساسية،
ولكن في نفس الوقت يجب تخصيص وقت وجهد لبناء محفظة الأصول الخاصة بك. ما هو عملك الخاص؟ هو الاستثمار في الأصول التي تحبها وتفهمها، عقارات، أسهم، سندات، ملكية فكرية، أو حتى بدء عمل تجاري جانبي يمكن أن ينمو. الهدف: تقليل الاعتماد على الراتب الوظيفي تدريجيا عن طريق زيادة الدخل من الأصول. الدرس الرابع: تاريخ الضرائب وقوة الشركات. The History of Taxes and the Power of Corporations. الفكرة: فهم النظام الضريبي وكيفية عمل الشركات يمكن أن يوفر مزايا مالية كبيرة. تاريخيا، فرضت الضرائب على الدخل لمعاقبة الأغنياء، لكن الأغنياء تعلموا كيف يستخدمون القوانين لصالحهم. قوة الشركات. الأغنياء غالبا ما يؤسسون شركات. الشركة كيان قانوني يسمح بدفع النفقات قبل الضرائب. الشركة تكسب المال، تنفق على مستلزمات العمل، سيارات، سفر، أحيانا وجبات، ثم تدفع الضرائب على ما تبقى. الموظف يكسب المال، يدفع الضرائب أولا، ثم ينفق ما تبقى. حماية الأصول. الشركة تفصل بين أصولك الشخصية وأصول العمل، مما يوفر حماية في حالة الدعاوى القضائية أو الإفلاس. الثقافة المالية تشمل فهم أساسيات المحاسبة، الاستثمار، قوانين السوق، والقانون، خاصة قوانين الشركات والضرائب. الدرس الخامس: الأغنياء يبتكرون المال. The rich invent money. الفكرة: الثروة لا تأتي فقط من العمل الجاد أو الادخار، بل تأتي أيضا من القدرة على رؤية الفرص التي لا يراها الآخرون واستغلالها. هذا يتطلب ذكاء ماليا وإبداعا. كيف يبتكر الأغنياء المال؟ تحديد الفرص، البحث عن صفقات استثمارية جيدة، عقارات بأقل من قيمتها، شركات ناشئة واعدة. جمع الموارد، القدرة على إيجاد التمويل اللازم للصفقات حتى لو لم يكن لديك المال الكافي بنفسك، عن طريق مستثمرين آخرين أو قروض محسوبة. تنظيم الأذكياء، توظيف أشخاص أذكى منك في مجالات محددة، محامين، محاسبين، سماسرة، لإدارة استثماراتك وأعمالك. المخاطرة المحسوبة، الجرأة على اتخاذ قرارات استثمارية بناء على تحليل وفهم، وليس تهورا. الدرس السادس: اعمل لتتعلم، لا تعمل من أجل المال. Work to learn, don't work for money. الفكرة: خاصة في بداية حياتك المهنية، اختر الوظائف التي تمنحك مهارات قيمة طويلة الأمد، حتى لو كان راتبها أقل. لا تطارد الراتب الأعلى فقط. المهارات الأساسية للنجاح المالي: المبيعات والتسويق، القدرة على بيع نفسك وأفكارك ومنتجاتك أمر حيوي. التواصل والتفاوض، بناء العلاقات وإبرام الصفقات. فهم الأنظمة المالية والمحاسبية، القيادة وإدارة الأفراد، إدارة النقد، كاش فلو مانجمنت. كيوساكي نفسه عمل في وظائف متنوعة، مثل مندوب مبيعات لام زيروكس، ليس من أجل الراتب، بل لاكتساب مهارة البيع التي اعتبرها أساسية لنجاحه لاحقا كرائد أعمال ومستثمر. تجاوز العقبات. الكتاب يتحدث أيضا عن 5 عقبات رئيسية تمنع الناس من تحقيق الثراء، حتى لو كانوا يمتلكون المعرفة المالية. الخوف، fear، الخوف من خسارة المال. الحل: ابدأ صغيرا، تعلم إدارة المخاطر، وافهم أن الفشل جزء من عملية التعلم. السخرية والتشاؤم، سينيسيزم، النقد السلبي والشك الدائم الذي يقتل الأفكار والفرص. الحل: تجاهل المشككين وحلل الفرص بنفسك، ولا تسمح لشكوك الآخرين بأن تمنعك. الكسل، laziness، الرغبة في الراحة وتجنب العمل المطلوب لتحقيق النجاح المالي. الحل: ابدأ بسؤال: ما الفائدة التي ستعود علي؟ What's in it for me؟ لتجد الدافع، وحارب المماطلة. العادات السيئة، bad habits، أهمها عادة: دفع المال للجميع أولا ثم لنفسك أخيرا، إن تبقى شيء. الحل: غير هذه العادة إلى ادفع لنفسك أولا، pay yourself first. خصص جزءاً من دخلك للاستثمار أو الادخار قبل دفع الفواتير، مع الحرص على إدارة الأمور بذكاء لتجنب المشاكل مع الدائنين.
الغطرسة أو الغرور arrogance، الاعتقاد بأنك تعرف كل شيء مما يمنعك من التعلم. الحل: كن متواضعاً، اعترف بما لا تعرفه، وابحث عن المعرفة من الخبراء والكتب والتجارب. خطوات للبدء Getting Started. يقدم كيوساكي في نهاية الكتاب بعض النصائح العملية لبدء رحلتك نحو الحرية المالية. ابحث عن سبب قوي Find a reason greater than reality. حدد لماذا تريد أن تكون غنياً، أهدافك، أحلامك، ما لا تريده في حياتك. هذا هو دافعك. اختر أصدقائك بعناية Choose friends carefully. أحط نفسك بأشخاص إيجابيين، طموحين، ويتحدثون عن المال والاستثمار بإيجابية. أتقن صيغة وتعلم أخرى Master a formula and then learn a new one. تعلم استراتيجية استثمارية واحدة وأتقنها، ثم انتقل لتعلم غيرها لتنويع مصادر دخلك. مارس الانضباط الذاتي Develop self-discipline. خاصة عادة، ادفع لنفسك أولاً. ادفع لمستشارك جيداً Pay your brokers well. المحترفون الجيدون، محاسبون، محامون، سماسرة، يمكن أن يوفروا عليك المال ويساعدوك على كسب المزيد. كن منحاً هندياً بين Endeavor. ركز على عائد الاستثمار روي. استثمر مبلغاً وتوقع استرداده مع أرباح في فترة معقولة. استخدم أصولك لشراء الكماليات Use assets to buy luxuries. لا تشتري الكماليات من راتبك أو بالدين. أبني أصولاً تدر دخلاً كافياً، ثم استخدم هذا الدخل لشراء ما ترغب به. ابحث عن أبطال Find heroes. تعلم من قصص نجاح المستثمرين ورجال الأعمال الملهمين. علم لكي تتعلم Teach and you shall receive. مشاركة معرفتك مع الآخرين ترسخها لديك وتفتح لك آفاقاً جديدة. توقف عن فعل ما لا يجدي، وابحث عن أفكار جديدة. الخلاصة: الأب الغني والأب الفقير هو دعوة لتغيير طريقة تفكيرك حول المال والعمل والتعليم. الرسالة الأساسية هي أن الاعتماد على الوظيفة التقليدية لتحقيق الأمان المالي هو وهم، وأن الطريق الحقيقي للثروة والحرية يكمن في اكتساب الثقافة المالية، بناء الأصول التي تدر دخلاً سلبياً، وتطوير عقلية المستثمر ورائد الأعمال. الكتاب يحفز القارئ على تحمل مسؤولية مستقبله المالي، والبدء في التعلم واتخاذ خطوات عملية للخروج من سباق الفئران وتحقيق الاستقلال المالي. أتمنى أن يكون هذا التلخيص شاملاً ومفيداً لك.